ماما اعملي لي شاي مع الاكل اللي انت بتعمليه ده. ما تيجي تعمل لنفسك يا بابا، هو انا كنت الخدامه اللي جايبها لك ابوكم؟ طب هو الكاتل فين؟ خليك في البراد امن. ماما انا لسه هعمل في البراد، انا عايز انجز. بلاش تعمل في الكتل. مشكله الكتل انه في مادتين اساسيتين مصنوعين منهم، هو الالومنيوم والنيكل، ودول مسببين في التسمم الغذائي. ممكن لا قدر الله فشل كلوي ومشاكل في الاعصاب، ده غير تجاعيد البشره، وممكن لا قدر الله يوصل للسرطانات. ربنا يحفظنا جميعا. فهمت؟ فهمت. بس ايه بقى علاقة البراد بالتسخين؟ جاهل. اولا اسمه براد مش براد، علميا اسمه براد، وده علشان مصنوع من برادة الحديد. زمان كانوا بيستخدموا اناء نحاس لتبريد مياه الشرب، عشان كده كان اسمه براد المياه. وبعد ظهور الشاي استخدموه هو لتسخين مية الشاي، عشان كده بقى اسمه براد الشاي. تمام. انا اصلا مش عايز شاي، انا هاخد العيش اسخنه عشان الاكل الجميل ده. بس هو انت هتحط عيش على النار كده على طول مباشرة؟ هو انت يا ابني ما تعملش الغلط ناقص ابدا. مشكلة التسخين العيش على النار مشكلة كبيرة جدا، بيسبب لون غامق في العيش. اللون ده اسمه الأكريلاميد، وده بدوره بيسبب مواد سرطانية. طب يا ماما يا مثقفة، انا عايز اكل عيش سخن، ايه الحل؟ الحل ان احنا ما نخليش العيش مباشر على النار، لازم نحط حاجز ما بينهم. طب وربنا ما نواكل. على فكرة بقى، البنطلون الاسود انت قلتيلي في الأوضة وبقالي ساعة بدور عليه. وان جيت وجبتهولك. خلاص تمام.